تفتكر إيه اللي هيحصل لو بعت بابل راب أو أكياس الفرقعة في بابل القديمة؟ اليوم الأول بتوصل عند نهر دجلة ومعاك مئات اللفات من البابل راب. الناس هناك عمرهم ما شافوا حاجة شفافة وبتمط بالشكل ده. قمت مفرقع فقاعة واحدة قدامهم، طرقعة واضحة بترد الروح. العمال اللي بيبنوا سور المدينة سابوا الطوب من إيديهم فوراً وعينيهم مليانة بلهفة عمرهم ما حسوا بيها قبل كده. اليوم التاني البابل راب بقى أغلى وسيلة علاج نفسي في بابل. مجلس الشيوخ طلع قرار إن قبل أي تصويت لازم كل عضو يفرقع 10 سنتي عشان يهدي أعصابه. وكميزة إضافية، الفخار البابلي الغالي أخيراً بقى بيوصل سليم في النقل. اليوم الثالث سقراط ظهر فجأة في بابل وبدأ يسأل: هل الطرقعة دي مجرد وهم بيخدع الروح؟ انت هنا جبت آخرك. قمت لفه في 10 متر بابل راب وعملته موميا بتتطرقع، وبقيت بتشتغل في روقان، في حين إن سقراط قاعد بيشرح أسباب سجنه بالمنطق. الشهر الأول بقيت معروف باسم سيد الراحة النفسية. سور المدينة لسه مبني نصه، بس بابل عمرها ما كانت أسعد من كده. انت مش بتبيع بلاستيك، انت بتبيع معجزة بتسبب الإدمان وبتهدي أعصاب حضارة بحالها.